بنتايج ده لعيب غريب جدا، انا ما بفهموش. الغلطه بتاعته بجول. يعني بنتايج يقدم لك ماتش عالمي طول الماتش، يعني مثلا قدام غزل المحله عمل ماتش عالمي. يعني انا مش ببالغ لو قلت لك ان بنتايج هيبقى مان اوف ذا ماتش لو ما كانش غلط غلطه الجول. بيقطع في كل حته، كل حته هو موجود فيها. يعني بوريك مثلا لقطه الكره اتقطعت منه، رد عمل سبرنت عالمي عالمي وقام قاطع الكوره برده بتاكلينج. بنتايج في كل تدخلاته زي ما بوريك كده بيقطع الكوره بمنتهى السلاسه، مفيش حد بيعدي منه. يقوم عامل غلطه يضيع لك كل ده، يمسحه باستيكه. حتى كمان في ماتش الاهلي كان من اميز اللعيبه اللي كانت موجوده، رغم ان الاوفرلوك كله كان من ناحيته. لعيبه الاهلي كانت بتضغط عليه جامد، برضه هو كان مركز وكان بيقطع كل كوره. حتى هو كان المتنفس اللي بيطلع عليه الزمالك، حتى الكوره الاخطر هجمه هو اللي بنيها، بنتايج هو اللي بنيها من البدايه. لكن برضه عمل غلطه ضيعت كل ده ومسحته باستيكه، ضربه الجزاء مع حسين الشحات. فبنتايج هو معضله بالنسبه لي، مش قادر افهم. يعني هو لعيب جامد جدا وفي نفس الوقت الغلطه بتاعته في فوره.